هاي على احلى بنات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. موضوعنا النهارده هيكون عن الاندرتون وازاي نقدر نحدد درجتنا وايه الفايده منه اصلا لما نحددها. كل ده هيبقى معانا ان شاء الله في الفيديو، بس ما تنسوش لو دي اول مره تتفرجوا ليا على فيديو تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. ايه هو الاندرتون؟ تعالوا الاول نتكلم عن 3 حاجات اساسيه لما نيجي نوصف بيها اي بشره. اول حاجه نوع البشره. نوع البشره بيختلف من بشره دهنيه لبشره عاديه لبشره جافه. تاني حاجه ايه هي لون البشره الخارجي اللي احنا شايفينه، اللي هو السكين تون، اللي ممكن نغيره بالميك اب، نفتحه نغمقه نقدر نتحكم فيه. وده اللي نقدر نقول ان البنوته دي بيضه او سمراء او قمحويه، فده هو السكين تون. تالت حاجة اللون اللي مش ظاهر، اللون الداخلي للبشرة، وده اللي احنا هنتكلم عنه هو الاندرتون. تاني حاجة ايه اللي انا هستفاده لما اعرف الاندرتون بتاعي ايه؟ هنستفاد ان احنا هنعرف نختار الالوان اللي تناسبنا في لبس، في ميك اب، مانيكير، في طرح، في صبغة شعر، في كل حاجة ليها علاقة بالالوان اللي احنا بنستخدمها. نيجي بقى لأهم حاجة، أنا هعرف الأندرتون بتاعي إيه. في طرق كتير جدا اختبارات ازاي تقدري تحددي الأندرتون بتاعك، بس أنا هقولكوا عن 3 حاجات سهلة أوي. أول حاجة هتبصي في معصم إيديكي وهتشوفي لون العروق، لو لقيتيها أخضر أو زيتي يبقى أنتي تبع الأندرتون الدافئ اللي هو warm أندرتون. لو لقيتيها أزرق أو بنفسجي هتبقي تبع الأندرتون البارد اللي هو كول اندرتون. لو لقيتيها ميكس ما بين اللونين اخضر وازرق يبقى انت كده ناتشورال اندرتون اللي هو الاندرتون المحايد. ودول اكتر ناس صراحه محظوظين لان كل الالوان هتليق عليهم. تاني اختبار هي الشمس. كل واحده فينا عارفه لما بتعرض للشمس وشها بيحصل فيه ايه. لو انت من الناس اللي وشها بيحمر من الشمس على طول بيدي اللون احمر يبقى انتي تبع الاندرتون البارد اللي هو الكول اندرتون. لو من الناس اللي بيسمروا وبتلاقي وشهم شويه ادى على برونزي يبقى انتي تبع الاندرتون الدافئ اللي هو وورم اندرتون. لو حاسه ان انتي بين البنين لا بتسمري قوي ولا بتحمري قوي او ما بتاثريش قوي من الشمس يبقى ده الناتشورال اندرتون وهو الاندرتون المحايد. الاختبار الثالث هو الاكسسوارات. شوفي انتي لما بتلبسي اكسسوارز على جولد، لو لقيتي نفسك من الناس اللي بتليق عليها الجولد قوي، اللي بتليق مش اللي بتحبيه، خلي بالكم ممكن تكونوا بتحبوا تلبسوا جولد قوي او سيلفر قوي، لا ملهاش علاقه انتي بتحبي ايه، بس انتي لايق عليكي ايه. لو انتي من الناس اللي بيليق عليكي الجولد فانتي تبع الاندرتون الدافئ اللي هو الورم اندرتون. لو انتي بتحبي لو انتي شايفه ان اللون السيلفر هو اللي لايق عليكي يبقى انتي كده تبع الاندرتون الكول اللي هو الاندرتون البارد. لو حاسه ان الاثنين لما بتلبسيهم مفيش فرق، الاثنين لايقين عليكي، فانتي تبع طبعا الاندرتون اللي الناس كلها بتحسدك عليه اللي هو المحايد اللي ممكن يليق عليه كل الالوان. دلوقتي انا عرفت الاندرتون بتاعي ايه، طب انا هختار ازاي الالوان؟ لو انتي الاندرتون بتاعك دافئ هتروحي على طول على الالوان الدافيه اللي هي warm colors، اللي هي الاحمر، الاورنج، المشمشي، الالوان الدافيه. هتلاقي في لبسك دايما اللي بيليق عليكي الالوان اللي فيها اصفر، الالوان اللي فيها بني، الالوان اللي فيها الوان مشمشي، الحاجات دي هتلاقي اكتر حاجات بتليق عليكي كلبس. وكمان كميك اب بقى، لو جينا للاي شادو هتحطي الحاجات النحاسي، هتحطي الحاجات البنيات، الالوان الترابيه تبقى تحفه. لو انتي عايزه روج مثلا ممكن تحطي روج احمر على ميل على اورنج، يبقى حلو جدا جدا للبشرات الاندرتون بتاعها دافئ. الفاونديشن طبعا هتاخدي اساس لونه الاساس اصلا بيدي على اصفر، هيبقى تحفه جدا مع البشرات الدافئه. طيب لو انتي من البشرات الاندرتون بتاعها كول او بارد بتختاري الوان على ازرقات على اخضرات الفضي. لو جينا مثلا اتكلمنا على فاونديشن فهتاخدي الفاونديشن اللي بيميل على وردي. لو على اي شادو هتحطي حاجات فيها سيلفر رمادي. الالوان الاخضر الازرق هيبقى حلو عليكم. كمان
اللبس بقى خلاص قلنا الوان ازرق واصفر. لو عايزه روج احمر هتحطي الروج الاحمر التوتي الغامق، يبقى حلو جدا على الناس الاندر تون بتاعها كول او بارد. هنتكلم طبعا او مش هنتكلم قوي على الناتشرال اندر تون او المحايد، ان هو بيليق عليه كل حاجه، كل الالوان بتليق عليه. اللي انا عايزه اقوله لكم ان اللون الاسود بيليق على كل الاندر تون كلها، 3 اقسام اللي احنا قلناهم. وعايزه اقول لكم حاجه، مش معنى ان انت بيليق عليكي لون اصفر فانت مش هتلبسي ازرق في حياتك، لا مفيش حاجه اسمها كده. انت هتاخدي درجه الازرق بس اللي بيكون اساسها مثلا على اصفرات، فانت هتعرفي درجات ازرق معينه، لكن هتلبسي كل الالوان. مش معنى كده، انا بقول لكم الالوان اللي تليق اكتر على البشره. لكن لو انت عايزه تلبسي احمر هتلبسي احمر. احنا ممكن زي ما انا قلت لو انت مثلا كل اندر تون هتحطي روج احمر على توتي او على غامق شويه ما فيهوش حاجه على اورنج. لكن العكس لو انت دافيه هتحطي اللون الاحمر اللي جاي على اورنج، وهكذا. هتعرفوا تختاروا الالوان لما تعرفوا اساس اللون ايه. ازرق تلبسوه، اخضر تلبسوه في الحالتين، في الاندر تون ده والاندر تون ده. بس انا بتكلم عن الدرجات، احلى درجات ممكن تليق عليكم. بس كده، وده كان الفيديو النهارده، وكان موضوعنا الاندر تون وازاي نقدر نحدده درجاته وفوائده كل الكلام ده. يا رب اكون وصلتها لكم بطريقه كويسه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتقولوا لي على اقتراحاتكم لو عايزيني اعمل لكم اي فيديوهات واي افكار تانية. واستناكم ان شاء الله في فيديو تاني. باي باي.